السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله نعملوا فيديو جديد ديال الحلبة تطوان لاجتياز السياقة. وهاد المرة غنشوفوا كيفاش تم التصوير من داخل السيارة، كيفاش نتجاوز هاد المرحلة هادي وأنا داخل السيارة. بعد ما شفنا بزاف ديال الفيديوهات كيصوروا من الخارج، هاد المرة غنشوفوا كيفاش نتجاوز الامتحان ديالي ونشوف الحلبة من الداخل بتقنية جديدة، وهي الشاشة الخضراء داخل السيارة كما غتشوف في الفيديو هذا. نتمنى الإعجاب ديالكم وتكون الاستفادة عامة لكل الناس، وأي جديد إن شاء الله بخصوص الحلبة غادي نذكركم به. أول شيء ملي ندخل للحلبة غتجبر أمامك واحد السهم وكاين واحد الحرف اللي هو بي. غنمشي مباشرة مع هاد المسلك، من بعد ما تين الإشارة لا جينيور يقول لي قرب. غنبقى ماشي مع هاد البطوات هادو كاملين مع الحيطة والحذر، زائد لومبرياج غاب شوية. هنا كنوصل للبوطو الأخير كنشعل السينيال ديالي ديال اليمين، بعد كنفوت هاد البوطو الأخير، يعني كنفوتو بالباب مزيان، تأكد أنك فوتيه، من بعد نجمع للسيرة ديالي كما هو معلوم وكما دربنا عليه كاملين. كندخل حتى كنوصل عند هاد البطوات هادو، كاين 4 ديال البطوات، كنقرب لعندهم مزيان، من بعد كندير المشاريال وكنرجع مع هاد الرصيف مع احترام المسافة القانونية والتي تقدر ب20 سنتيم. بعد كنبقى راجع ورد البال مع السيرة ديالي، ونسى البطوات، لأن كاين بعض الناس كيشوفوا في البطوات في المرايا ديال اليسار وكيطيحوا البطوات. من بعد ملي نحس أني وصلت في آخر بوطو أولا هاد البوطو الأسود كما كتشوفوا هو هذا ديال الضوء، كما كنفوتو مزيان كنتوقف. من بعد ما يعطيني الإشارة لا جينيورجين عندي كنمشي عفوا في المسلك الثاني اللي هو، ولكن ما كاين حتى مشكل نمشي وسط الطريق، ما كاين حتى إشكال. من بعد ما عطيني الإشارة نقرب من عندو مزيان، كان الكراج خاوي غادي يقول لي دخل للكراجات، كان عامر يقول لي استنى في هذا المكان هذا. من بعد نتبع هذا السهم هذا اللي هو أزرق وكنمشي للمكان اللي هو متخصص بالكراجات أو المرآب ديال السيارات. كاين 3 ديال الكراجات في هاد الحلبة، كاين الكراج الأول والثاني والثالث. إلا كانوا عامرين كنحاول ندخل في الكراج الأول مثل بحال تشوفوا دابا في هاد الفيديو هذا. من بعد كنشد العبار ديالي وكنرد البال من هاد البطوات اللي تجي هاد اليمين، كنشد العبار مزيان كما تعاملت مع الأستاذ ديالي. العبارات كل أستاذ عنده العبار ديالو الخاص به. من بعد كنقلب كلشي وكنشعل السينيال وكندخل بشوية بشوية ورد البال مع البطوات، غادي نكون غنضرب شي بوطو. بعد كنقرب مزيان لهاد المكان هذا، وملي كيعطيني إشارة لا جينيور كنخرج من المكان ديالي بكل هدوء وبشوية ورد البال من البطوات. كندي العبار كذلك ديال الخروج من المرآب. بعد كنقرب من هاد المكان هذا وكن هنا ردوا البال مزيان، خصنا ضروري مؤكد أننا نكبّروا الدورة مزيان، عاد نجمع كلشي، لأن بعض المرات ما كيجمعوش بعض التلاميذ الدورة وكيضربوا البطوات كما كتشوفوا هاذوما. إذا نكبّر الدورة ديالي مزيان ونجمع ونمشي نعمل باركيات. كاين 3 باركيات، كاين الباركي الأول وكاين الباركي الثاني وكاين الباركي الثالث، حسب أي باركي اللي غيقول لك لا جينيور تعملو غادي تعمل الباركي ديالك. غتمشي تقرّب شوية بشوية، الإنسان ما يزربش بشوية عليه. من بعد كنشد العبارات ديالي كما كتشوفوا، نعبّط العبار ديالي مزيان كما علّمك الأستاذ ديالك. من بعد كتقلب كلشي على جهة اليمين وكندخل للباركي ديالي. كندخل الباركي ديالي كما هو معلوم، لأن كل أستاذ عنده الطريقة اللي كيعلّم بها، إلا أننا نحاولوا نبلغوا المعلومة للجميع باش كلشي يستافد. مزيان ندخل ندير الباركي ديالي كما هو معلوم وجاري به العمل. كنشد العبارات ديالي مزيان كما كتشوف. من بعد ما نباركي السيارة ديالي كنعاود المقود ديالي 2 دورات وكنخوي الفيتاس وكنستنى لا جونيور يقول لي خرج من المكان أو من ستاسيونمون أو الباركي.
من بعد كنستنى يقول لي خرج، عطاني إشارة بالخروج، غادي نخرج، ما قاليش يخرج غادي نبقى في المكان ديالي حتى يعطيني إشارة، من بعد كندور المقود كامل وكنشعل السينيال وكنخرج فحالي بأمان وتوفيق ونجاح. كتكون نجاح في ديك الفترة هاذيك، حيت آخر حاجة كاينة في الامتحان هي البارك. من أجل تسامير واحد المسألة اللي هي طريقة أنني كيفاش نصلح في الباركي ديالي إلا وقع لي مشكل. غنوريكم واحد الفيديو كيفاش نصلح السيارة ديالي إلا بقات فوق الشرطة أولا ضربت في التروطوار أو في الرصيف. كما قلت لكم بأن السيارة كتكون في الامتحان بهذه الطريقة هذه، يعني جاك العبار زايد بزاف وبالتالي كتضرب الرويضة في التروطوار، وبالتالي كيوقع لنا مشكل ما كنكملوش الباركي ديالنا. في هذه الحالة هذه شنو خصني نعمل؟ في هذه الحالة كيعطيني لا جونيور فرصة ثانية أنني نصلح السيارة ديالي. كنقلب المقود كامل إلى جهة الرصيف، يعني إلى اليمين، وكنقرب شوية بشوية 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 حتى كنشوف السيارة قادت لي السيارة ديالي مع التروطوار، يعني قاد التروطوار قاد السيارة، وكنشوف في المرآة ديال اليمين كما كتشوفوا حتى تعاود لي السيارة مع التروطوار نيشان، وغا بشوية باش ما تطلعش الرويضة فوق التروطوار كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد نرد المقود جوج دورات، يعني غنعوض الرويض ديالي، وغادي نشوف في المرآة الوسط العمود اللي في الخلف ونرجع لعندو بشويه بشويه، حيتاش المسافه اللي بينه وبين السياره صغيره بزاف. لهذا نرد البال عندي نضرب داك البوطو اللي في اللور ونطيحو ونسقط في الامتحان. الخطا الثاني اللي كيوقع في البارك باش كيوقع لي مشكل هو انني كتبقى الرويضه فوق الشرطه، والسبب هو انك كتبقى بعيد بينك وبين بوطو، كتبقى بعيد بزاف. ملي كتعمل العبر اللي عطاك الاستاذ ديالك كتبقى الرويضه فوق الشرطه. مثلا كنعد العبر ديالي كنبغي ندخل على اساس انني نعمل العبر اللي كنعملو دائما وابدا، وبالتالي كنجبر بان العبر ناقص بزاف، يعني الرويضه فوق الشرطه. الرويضه فوق الشرطه جرى به العمل بان لا جونيور كيعطيك فرصه ثانيه كتخرج تصلح السياره ديالك. لكن كيفاش نصلح هاد السياره وشنو التقنيات اللي غنستخدمها باش نقدر نصلح السياره ديالي وندخل الباركي وما نسقطش في هذا الباركي هذا؟ يعني الخطا اللي كيوقع هو ان السياره كتبقى كتسالي، كتبقى الرويضه فوق الشرطه بهذه الطريقه هذه. كيجي عندك لا جونيور كيقول لك شوف ولدي ولا شوف بنتي، الرويضه فوق الشرطه خصك تخرج تصلح السياره ديالك. اذا التقنيه اللي غنعملوها هي كتسالي: كنقلب المقود كامل لجهه اليسار، كنعمل البروميير ديالي، كنبقى خارج شويه بشويه بشويه حتى كنجيب هذا العمود اللي قدامي هذا مع الوسط د الباب، وهو منفصل مع الوسط د الباب. كنعوضو مزيان الخطر ديالي. الخطوه اللي موراها كنقلب كلشي على جهه اليمين، كنبقى نقرب للقدام كنقرب للقدام نقرب للقدام حتى كنقاد العبر ديالي مزيان.